حرية التعبير أنا معاها. أنا عمري في حياتي من هذه سنوات ديال المسؤولية، من أول مسؤولية في 92 ما عمرنا كنت نفكر أنه نقول لشي واحد علاش كتبتي عليا وعلاش سبيتيني ولا عندك القذف ولا عندك هذا. أنا تنقول له يجبدني يا خويا، خيرا أو شرا أو دبر راسك تحمل مسؤوليتك مع ضميرك. ما يمكنش. أنا بالنسبة لي هذا الفراش خصو يكون انصاف ومصالحه اللي تصاوبت. واش تنساينو عاد حتى شي ما عرفتش شحال من عام باش نديروا هذا الانصاف والمصالحه. فكانت مشاكل تتوقع في الستينات والسبعينات اكثر من هذا الشيء. كانوا تيوقعوا انقلابات، الحمد لله في هذا العهد ما كاين لا انقلابات ولا مسائل الحمد لله. طيارات الحسن الثاني الله يرحمه الضربات والسخيرات وهذا الشيء، ولكن الحمد لله 20 سنه راه الحمد لله شي ما كاينش. ولكن ما نديروهاش حنا كسياسيين كمسؤولين، لا بالعكس واحد الفراش تحل الامور. الريف جراده المعتقلين الصحفيين هادشي كله، وكاين اللي تيراجع نفسه. الغلط راه انساني. حتى الفرنساوي تيقول لك لا فوتي هيومان، راه انسان هذا راه ماشي مالك. فهمت؟ تتعاملوا مع الملائكه باش تقول له كل هكذا تنزل عليه الوحي. حنا انبياء؟ لا حنا بشر. يمكن لي اليوم نغلط انا، غدا الدوله تغلط، بعد غدا الحكومه تغلط، كل شيء يمكن له يغلط. ولكن عاود الرجوع للخطا راه فضيله. أنا مع جميع الحقوقيين وجميع الناس اللي تيدافعوا على البلاد وجميع الناس اللي عندهم مواقف، خصهم يكونوا هادو. الدول الديمقراطية لما كانوش هادو تيصنعوهم تيخلقوه باش يكون الرأي والرأي الآخر، ماشي نمشيو غاديين في طريق وحدة إلا طريق الله. أما الديمقراطية والمجال السياسي والاجتماعي وداك الشيء خصو يكون عندنا. والا شنو هذاك السيد اللي تيعارض يمكن احيانا بعنف، ما عنده ما يدير، هو اللي غيقلب البلاد عنده ما يدير، تيكتب. ولكن كاين واحد النوع بحاله اللي جالس وتيقرا ذاك المقال تيقول والحمد لله عندي اللي تيمثلني. دابا شكون تيمثل المعارضه؟ ما كاينش المعارضه في البرلمان، ما كاينش معارض في الحكومه، ما كاينش معارض في الجماعات، كاين شي معارضه؟ ما كاينش. تحالفات جمعات صافي قدوا شغلاتهم وغاديه البلاد. هذا راه خطر. هذا هو الذي يهدد المستقبل كشعب اللي هو تيحب بلاده وتيحب النظام ديالو وتيحب هذه الارض لان ارض طيبه.